يا ناعمة يا غريبة وانتي من قلبي قريبة. ايوه النهاردة هنعمل الغريبة بكل بساطة، مقادير بالكوباية. وهنعملها ايه؟ ناعمة ولا بتشقق ولا بتلزق، وهنقول التسوية بتاعتها ايه. ويلا ضحينا. جبنا ايه؟ تقريبا 100 جرام فستق محمد، ولا قد ايه جبت؟ ها انجز. قفل بقه. النهاية جبت شوية فستق قد كده مخصوص عشان الغريبة، اصلها بتديها شكل حلو قوي قوي قوي. ما عنديش فستق يا حنون، حطي ملبس مفضل. ما عنديش يا حنون، بصي معاكي لحد واحدة سوداني مقشرة. عايزة اكتر من كده حاجة؟ يلا تعالي نشوف الجمال ده هيتعمل بكل، بصي 10 دقايق بالظبط ونكون مخلصين. يلا تعالي. بصي بقى يا ست البنات، جبتلك المقادير بالكوبايات وحاسبها لك مكتوبة بالجرامات. يلا هيصي وزقطاتي وقومي تشجعي. بصي يا ست الكل، دي كوباية سمنة، والسمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ عشان تقدري تضغطي الكوباية وتحطيها مليانة على الآخر. ونص كوباية سكر، وأربع كوبايات دقيق، والأربع كوبايات كل كوباية ناقصة معلقة عشان تدينا النص كيلو. الاربع كوبايات كل كوباية ناقصة معلقة فهتدينا النص كيلو. السمنة دي ربع كيلو. السكر 125 جرام. مش محتاجين غير ربع معلقة صغيرة فانيليا. هنفضي كل ده في حلة العجان. ما عنديش عجان يا حنون، بايديك يا ست الكل. يعني هم زمان كان عندهم عجان، بس حنونة ايدها وجعها مش قادرة تشتغل بايديها والله. فهنعمل ايه؟ هنعملها بايدينا. انا هحط كله في العجان وهضربه، واول ما هتشوفيه بينضرب في العجان، لا مش انتي، هو اللي هينضرب. المقادير بتاعتنا هنضربها كلها في العجان. يلا كده هتكون الدنيا سهلة علينا. طب حنونة، في ناس بتحط الزبدة مع السمنة مع السكر وتضربهم لما يبقوا كريمة. مش هتفرق معانا صدقيني، لان احنا مش محتاجين في الغريبة تكون هشة وتكون من جواها هوا، عشان كده مش بعمل كريمة. كنا بنعمل كده زمان. دلوقتي لما جبنا طريقة المحلات بقت دي اسهل علينا على طول. ادي في العجان بالكف عشان ما يبص مننا اي حاجة من العجان. بصي بعد 3 دقايق عجن، بصي متماسكة ازاي. حنونة لقيتها مش متماسكة مفرولة، اصبري عليها بس عجنة شوية وهتتماسك. ما تمسكتش اديها معلقة واحدة سمنة. خلاص. حنونة لقيتها مسمنة بزيادة وبتطبع في ايدي، حطيها في التلاجة حوالي نص ساعة. طلعتيها لقيتيها برضو بتطبع في ايديكي، اديها معلقة دقيق. اظن كده اهو الدنيا تمام. ليه بقى؟ عشان ايام العيد بيبقى دقيق انواع كتيرة جدا ومختلف. لو اشتغلتي بدقيق الضحى، انا عارفة ان هو غالي فوق ال30 جنيه، بس بيديني نتائج مضمونة جدا جدا جدا. اهو. يلا هنبدأ نشكلها. التشكيل بقى انتي وراحتك وذوقك ومزاجك، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، بس احلى غريبة اللي بتبقى صغيرة في الحجم. عايزة تحطي فستق حطي، عايزة تحطي سوداني حطي، عايزة تحطي ملبس مفضل حطي، اللي يعجبك. لو حباها بالشوكولاتة، بس انا مش حباها. انا الغريبة عندي تراث، والغريبة عندي يعني لونها ابيض وحجمها صغير وهي متسوية فاتحة. بس انتي حابة تعملي تجديد لولادك وتعمليها بالشوكولاتة، حطي معلقة كاكاو على اخر حتة عجينة كده وادعكيها فيها كويس قوي، هتبقى بالشوكولاتة. انا هنا جايبين شوية فستق والله كده حاجة على مقاسم، يعني والله كيس فيه العدد اللي انتوا شايفينه ده عامل 40 جنيه. ولو انا عارفة انه هيعمل 40 جنيه ما كنتش جبته. انا بحب اعيش العيشة اللي اهلي ومشاهديني وحبايبي عايشينها، ما بحبش اعيش اعلى من حد صراحة يعني، حتى لو معايا. والحمد لله احنا معانا يعني، الحمد لله. طيب يلا بقى دينا كده شكلناها. نشكل الصاج التاني اهو، برضو زي ما قلت لكم كده. يعني التشكيل على مزاجك زي ما تحبي. اللي عايزه اقولك عليه ان وانتي بتحطي الفستقايه او وحده السوداني بتغرسيها سنه. الفستقايه ماسكه في الغريبه ما بتتحركش. وكمان لو عندك ولاد بيحبوا ينقوا المكسرات مش هيعرفوا يسحبوها، هتبقى قفشه في الغريبه. شايفه اهي الغريبه مدوره، وانا الحرف البوز بتاعها ده ويلف على الغريبه ما يفكش. بروح ضغطه اللوز اللي فستقه كده مدخلاها جوه. مني بحميها من حراره الفرن، ومني بحميها من سرقه الابناء الكرام. طيب
او انها تقع في الكرتونه اللي انا هشيلها فيها او الطبق. استنى يا شيفنا، استنى يا شيفنا بقى، استنى. شويه فستق في جيبهم. اكل غريبيه وواحده فستق. لا انا عايزه الغريبه شكلها حلو بالفستق كده. اديني حطيت الفستق كله. ما تعيروش اللي جايبيننا وسيبونا ناكل. عملت الصاج والصينيه دي، الكميه النص كيلو ما شاء الله بتطلع كميه كبيره جدا الحمد لله. في الفرن اهي قدامك على عينك يا تاجر، مش بنجيب شغل جاهز. بصوا اهي، لا فرشت ولا شققت ولا نفشت ولا، الحمد لله رب العالمين. طيب هنبدأ، ما تجيش جنبها خالص وهي سخنة لأنها هتعجن في ايدك. طبعا الاتنين اللي نقصوا دول عيالي كلوهم قبل ما اخلص تصوير، وده المعتاد عادي، مش انت ليلى وعبير ماشي. ادي الغريبة المفروض يبقى ظهرها ابيض كده اهو وماسكه. بتبصم ليه؟ عشان بتتشال وهي سخنه، لو استنيناها لما تبرد خالص عمرها ما هتبصم معاكي ماشي. ندوق، مالكش دعوه. ادوق انا، ادوق. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الجمال. بصوا جامده جميله. يعني دايبه دوب، ما حصلش سوى على السنه. نعم. عارفين هعمل ايه في دول؟ طبعا انتوا عارفين انا استحاله ارمي حاجه، دول هم يا جمال. لا عجنيهم تاني، شكليهم. افتح بوك يا محمد، افتح بوك يا محمد. انا الغريبة بردت خالص خالص. نبدأ بقى نحطها في اطباق التقديم. لو عندك ورق بليسيه صغير اهلا وسهلا، ما عندكيش هي لوحدها شكلها شياكة جدا، بس انا بقولك هاتلها الورق البليسيه ده احمر، بصي اجرام، هتبقى شكلها شيك قوي. طبعا لو عملتيها دلوقتي خبيها في حتة، عشان والله العظيم ما هتقعد، والله العظيم ما هتقعد. اعملي نص كيلو واحد بس وحطيه، خبيه كده. هخبيه في كرتونه ازاي حنون؟ حطي في الكرتونه من تحت اما ورقه فويل اما كيس نايلون، عشان الكرتونه ما تشربش السمنه بتاعت اي حاجه بقى غريبه، كحك، بسكوت. حطي الكرتونه فيها كيس نايلون او ورقه فويل، كرتونه، علبه، يعني لو عندك حلل بايركس او حلل اللي هي بلاستيك بتعتبر وير مغطى دي استخدميها. انا هنا عشان اقدمها لكم حطيتها كلها في ورق بلاسيه زي ما انت شايفه. الورقه كبيره فشايله 2 مش واحده بس لو كنت لقيت الورق الصغير عندي كان بقت قطقوطه قوي. عايزه الفت نظرك للفستق متماسك جدا جوه الغريبايه، لان ضغطناه ضغطه وهو على الني يعني ماشي اهو. ايه رايكم في التقديم ده؟ شياكه. بصوا ده احنا خلصنا بس الصينيه الاولى، طبعا مش هعمل التاني، كفايه قوي كده والله العظيم. يعني انا شايفه، مش عارفه انتوا شايفين ايه. يا ريت تسيبوا لي رايكم باللايك او الديسلايك لو مش عاجباكم الوصفه، عادي جدا ما بزعلش والله. المهم ان احنا نتواصل مع بعض واعرف رأيكم في شغلي، وكمان اعرف رأيكم في القناة. ده بيكون من خلال تعبيركم عن الرأي، سواء بالتعليق او اللي كسلان يكتب بيدوس لايك، بعرف ان عدد من الناس عجبهم الشغل، او بيدوس ديسلايك فبعرف ان عدد من الناس ما عجبهمش الشغل. بنحاول دايما نقدم كل حاجة تلبي احتياجاتكم وكمان تنال رضاكم. يا رب يا رب تكون الوصفة عجبتكم يا رب. الغريبة يا لهوي شكلها جنان يا ولاد، والله شكلها. على فكرة انا من عشاق الغريبة، بحبها جدا جدا. يا رب انتوا كمان تعملوها وتطلع حلوة ومظبوطة معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.